الناس نزلت تسجد على الأرض. المية ماشية في الساقية، صوتها هادي ومريح، والقمر طلع كامل لأول مرة من سنين. لكن حور واقفة بعيد بتبص على المية وهي بتبعد، وفي إيدها المفتاح. نوره بدأ يطفي ببطء. صوت زينة رجع همس خفيف: اللي بيضحي بالصدق عمره ما يضيع. من يوم ما المية رجعت القرية اتغيرت، الزرع بقى أخضر، البهايم بقت هادية، والناس بدأت تضحك تاني. بس الغريب إن كل ما المية تمشي في الساقية كانت حور تسمع صوت بيناديها بالاسم، صوت ناعم بس فيه وجع. في يوم وهي واقفة عند المية، الست فايزة جارتها قالت لها: يا بنتي، المية رجعت ببركتك، ما تبقيش لوحدك كده كتير، أنا شفتك بتكلمي نفسك 3 مرات. حور ابتسمت بخجل وقالت: ما بكلمش نفسي يا خالتي، المية هي اللي بتكلمني.